ما بقى انا رأضي يوم يقول طيب. تقرير طيب شو الأمان؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أحييك وأشكرك على موضوعك الرائع صراحة. الله يحييك. وكلام الأستاذ رياض عين الصواب صراحة، وكلامه فوق الراس، يعني كلامه صحيح 100%. أما الأستاذ حمد الله يعطيه العافية، يعني هو وده إنه يحرر المرأة، يعني وده يدعي المرأة إلى السفور، وده يدعي المرأة إلى التبرد. ما بقى إلا شوي ويقول ندعو الحجاب حرية. أنا يعني أظن في يوم من الأيام يقول تمشي المرأة في الأسواق سافرة فاتحة عن شعرها بدون عباية لابسة جنس حرية. نعم. أتمنى من الأستاذ حمد إنه يقابل مفتي المملكة ويتكلم معه كلام يعني زي الكلام اللي يقوله الآن على قناة السلام. طيب أتمنى إنه يقابل مفتي المملكة ويقول له الكلام هذا ويشوف وش كان يرد مفتي المملكة. طيب جميل، يعطيك العافية، شكرا لك. طيب نطلع فاصل. لا عندي رد صغير والله. طيب تفضل، خذ رد صغير قبل ما نروح. يلا. لأنه هو جاب بس تعليقين. جاب تعليق شخصي لشخص مواطن، وجاب تعليق عن 16 منظمة أمريكية. المنظمة الأمريكية تقول هؤلاء الليبراليون والعلماء لا يعتد بهم لأن ليس لهم امتداد في عند الناس، صح ولا لا؟ نعم. أيضا طبعا لحظة المجتمع السعودي رفض كل الليبراليين بل كشفوا على حقيقتهم. اثنين، هذا الامريكان يقولون كذا ما يعتد فينا. وايضا اللي يكتبون ومن قبل شوي يقول ويكتبون في الماضي انهم من هم الليبراليين، من هم العلمانيين، من هم هؤلاء الحداثيين، لا يعدون على اصابع اليد. لماذا هذا الرعب؟ لا انا اقول لك لانهم للاسف الشديد في لا خلينا نكون صادقين اكثر. لانهم للاسف الشديد اعتلوا مناصب المنبر الاعلامي، خلينا نقولها بكل امانه. عندهم في الصحف. لا لن اكشف الاسماء، ولكن انظر لا لحظه اكشف اذا كان عندي دليل مقنع. عبد الرحمن الحبيب اعطيك لا زود. اتمنى مخرجنا لحظه اتمنى مخرجنا يطلع مخرجنا اذا كان عنده مقطع يطلع. هذا عيب عبد الرحمن الحبيب، هذا عيب. طيب استاذ حمد هذا عيب. طيب يا شباب طلعونا فاصل. هذا الناس اللي تذكرهم لازم يكونوا إنما الناس قضايا